أهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي. وصلنا لليلة امتحان مادة التاريخ. النهاردة هنحل مع بعض مجموعة نماذج هتلم لنا مادة التاريخ كلها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تفعل الجرس وكمان تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أهم من ده كله كوباية الشاي المتينة وقلم وورقة عشان واحنا بنحل مع بعض تسجل كل حاجة هنحلها مع بعض دلوقتي. يلا نبدأ مع بعض. السؤال الأول بيقولك تختار الإجابة الصحيحة بين أ أو ب ج ود. يرجع إهمال الدولة لأمور الري وتقوية الجسور في مصر إبان الحكم العثماني إلى. إيه اللي خلى الدولة في الحكم العثماني كانت بتهمل الري؟ إيه السبب؟ السبب كان قصر مدة حكم الوالي في مصر. علشان الوالي كان مدته قصيرة ما كانش بيهتم بأي حاجة تخص تطوير الزراعة أو أي مشروعات اقتصادية في مصر، سواء كانت زراعة أو صناعة أو تجارة. فبالتالي ده كان بيسبب تدهور كبير للزراعة والصناعة والتجارة. يبقى بيرجع إهمال الدولة لأمور الري وتقوية الجسور في مصر إبان الحكم العثماني، يعني أثناء الحكم العثماني هي قصر مدة حكم الوالي في مصر كانت بتأثر على الري والجسور. السؤال الثاني بيقول نجح الخديوي إسماعيل في تغيير وضع مصر السياسي لمصر مقارنة بخلفائه من خلال. الخديوي إسماعيل قدر يغير وضع مصر السياسي مقارنة بخلفائه اللي كانوا قبله أو اللي بعده من خلال إيه؟ إنه زود عدد الجيش ل 18,000 جندي، ولا ألغى القيود السياسية في فرمان 1841، ولا منح الرتب المدنية العسكرية حتى الرتبة الثانية، ولا ادى لمصر حق إدارة شؤون البلاد الاقتصادية. لو نفتكر مع بعض الخديوي إسماعيل خد فرمان من السلطان العثماني بأنه يلغي القيود السياسية في الفرمان ده سنة 1841 عشان يغير وضع مصر السياسي. يبقى لو قالك تغيير وضع مصر السياسي هتقول له فرمان 1841 اللي بموجبه تم إلغاء القيود السياسية في حكم الخديوي إسماعيل لمصر. أراد اللواء دفرين من خلال إصدار القانون الأساسي اللي هو 1883 إنه يعمل إيه؟ يحافظ على سلطة الخديوي والوزراء. أكيد اللورد دفرين اللي تبع الاحتلال الإنجليزي مش هيحافظ على سلطة الخديوي. ينهي السيادة العثمانية على مصر تدريجيا، يلغي الإدارات ذات الطابع الدولي في مصر، يضمن سيطرة إنجلترا على مصر. اللورد دفرين لما أصدر القانون الأساسي 1883 كان عايز يضمن سيطرة إنجلترا على مصر، يبقى لضمان سيطرة إنجلترا على مصر. تاني اللورد دفرين لما أصدر قانون 1883 ليه أصدر القانون ده؟ عشان يضمن سيطرة إنجلترا على مصر. السؤال اللي بعده اتفقت حكومة الأغلبية مع حكومة الأقلية في مصر خلال العهد الملكي في إيه؟ حكومة الأغلبية اللي كانت موجودة في مصر اتفقت مع حكومة الأقلية خلال العهد الملكي في إيه من الحاجات دي؟ المطالبة بوحدة مصر في السودان، التأكيد على الدعم الشعبي، تحقيق الاستقرار السياسي، زيادة القوة العسكرية. الحقيقة إن حكومة الأغلبية كانت متفقة مع حكومة الأقلية في العهد الملكي في حاجة واحدة، إن احنا نطالب بوحدة مصر والسودان، إن هما يطالبوا يبقى في وحدة بين مصر والسودان. كان الهدف الرئيسي للاحتلال من خلال سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر. إيه كان هدف فرنسا في استعمارها للجزائر؟ هل إنها تخفف أثر الحصار الاقتصادي لملوك أوروبا عليها، ولا تخدم أغراضها العسكرية في الحرب العالمية الأولى، ولا إجبار الجزائر على التنازل عن الديون، ولا التخلص من اليهود الفرنسيين وتهجيرهم؟ لاحظ هنا بيقول هدفه الرئيسي، يعني أول وأهم هدف خلى فرنسا تستعمر الجزائر هي إنها عشان تخفف آثار الحصار الاقتصادي لملوك أوروبا عليها. اللي حصل إن لما الاستعمار الفرنسي عملوا الثورة الفرنسية ابتدت الدول الأوروبية تحاصر فرنسا اقتصاديا، فابتدت فرنسا تفكر ازاي ممكن تخلص من الإحصار الاقتصادي ده، فابتدت تفكر انها تستعمر الجزائر. يبقى سياسة الاستعمار الفرنسي الهدف الرئيسي منها انها لما تستعمر الجزائر انها تخفف آثار الحصار الاقتصادي لملوك أوروبا عليها. تعالوا نشوف الخريطة دي. الخريطة دي بيوضح فيها
التقسيمة بتاعت فلسطين في وجود اليهود. تمام. طيب بيقولك تستنتج من الخريطة المقابلة ايه؟ سيطرة اليهود على كل الساحل الفلسطيني؟ لا، في اماكن هنا اللي هي بالابيض دي اماكن دولية، يبقى مش كل الاماكن سيطر عليها اليهود. وجود منافذ بحرية لليهود في الشمال والجنوب. اتساع الاراضي المخصصة لليهود على حسب الدول المجاورة؟ لا، هي الاراضي بتاعتها بس على حسب الدولة اللي هي فيها. امتداد حدود دولة اليهود في افريقيا واسيا؟ لا، هي في اسيا فقط. يبقى ايه بقى؟ هي وجود منافذ بحرية لليهود في الشمال والجنوب. تعالوا هنا كده في الجنوب هتلاقوا البحر الميت، وفي الشمال هتلاقوا البحر المتوسط. يبقى هي عندها منافذ بحرية سواء في الشمال او في الجنوب. يبقى من الخريطة دي بنستنتج ان اليهود كان عندهم منافذ بحرية في الشمال والجنوب. ده ساعدهم ان هم بعد كده يقدروا ايه؟ يحتلوا الدول المجاورة زي مصر وسوريا. اضطر محمد علي لتطبيق سياسة الباب المفتوح في المجال الاقتصادي، ونركز انه بيكلمنا عن المجال الاقتصادي. نتيجة لايه بقى؟ نتيجة لتخلي دولة فرنسا عن مساندته، ولا إصدار السلطان العثماني فرمان 1841، ولا هزيمة جيوشه بعد حصارها في الشام، سيادة مناخ الحرية الاقتصادية. الحقيقة إن محمد علي اضطر إنه يطبق سياسة الباب المفتوح في المجال الاقتصادي، ونركز إنه المجال الاقتصادي لما فرنسا تخلت عن مساندته، عشان كده تولى سياسة حاجة اسمها الباب المفتوح. سؤال رقم 8. اتفقت سياسة الاحتلال في إنشاء البنك الأهلي المصري 1898 مع سياسة إيه من دول؟ سياسة الاحتلال في إنشاء البنك الأهلي المصري كان سياستها إنها تحتل مصر اقتصاديا، زي ما احتلتها سياسيا كمان تبقى إيه؟ محتلاها اقتصاديا. طيب إيه من السياسات دول كانت مشابهة للاحتلال ده؟ زي الاستعمار الإيطالي في ليبيا، ولا الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان، ولا الانتداب البريطاني في فلسطين، ولا الاستعمار البريطاني في عمان واليمن؟ اللي شكل إنشاء البنك الأهلي يعني استعمار اقتصادي هو الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان. يبقى الاتنين دول شبه بعض. سياسة الاحتلال أنشأت البنك الأهلي في مصر عام 1898، كان هدفها السيطرة على مصر اقتصاديا. مين عملت زيها؟ فرنسا عملت الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان، وده كان كمان احتلال ايه؟ اقتصادي او سيطرة اقتصادية. حصدت مصر ثمار الثورة الشعبية بعد تصريح صامويل هور من خلال ايه؟ مصر حصدت ثمار الثورة الشعبية بتاعتها بعد تصريح صامويل من خلال ايه من الحاجات دي؟ عند مطالبة حزب الوفد بالتفاوض مع بريطانيا، لا ما كانش بعد تصريح صامويل. استقالة وزارة توفيق نسيم باشا، برضو ما كانش في الوقت ده. إلغاء قرارات الحكومة المصرية الصادرة عام 1930. ضغط بريطانيا على الملك لاستعادة دستور 1930. اللي حصل إن مصر حصدت ثمار الثورة الشعبية بعد التصريح من خلال إلغاء قرارات الحكومة المصرية عام 1930. يبقى ثمار الثورة الشعبية أثر، فبعد تصريح صامويل أثر إزاي؟ إنهم ألغوا قرارات الحكومة المصرية الصادرة عام 1930. سؤال رقم 10. تصدى الوطنيين في تونس قبل الحرب العالمية الأولى لسياسة فرنسا الاستعمارية من خلال. الوطنيين اللي كانوا في تونس في أثناء الحرب العالمية الأولى اتصدوا للاستعمار الفرنسي من خلال إيه بقى؟ كانوا بيستخدموا إيه عشان يقدروا يصدوا الاستعمار الفرنسي؟ هل كونوا لجان ثورة وطنية للنضال، ولا جمعوا بين الثقافة العربية والفرنسية؟ دي طبعا أكيد مش من المقاومة. التمسك بالمبادئ التي أعلنها ويلسون، برضو دي الإيه؟ ما كانتش من المقاومة. التمسك بدعوة جمال الدين الأفغاني. الوطنيين في تونس قبل الحرب العالمية، وركز قبل الحرب العالمية عشان كده قلت إيه؟ أكيد مش ويلسون. قبل الحرب العالمية الأولى الوطنيين في فرنسا في تونس قبل الحرب العالمية الأولى ازاي كانوا بيواجهوا الاستعمار الفرنسي؟ من خلال انهم اتمسكوا بدعوة جمال الدين الافغاني، اتمسكوا بدعوة المناضل جمال الدين الافغاني، ومنها كانوا بيساعدوه في المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
يبقى تونس الوطنيين اللي فيها كانوا بيقاوموا الاستعمار الفرنسي قبل الحرب العالمية الأولى، ونركز إنها قبل، من خلال إنهم اتمسكوا بدعوة جمال الدين الأفغاني. حقق إنشاء نابليون لدواوين الأقاليم أهداف إيه؟ نابليون عمل دواوين أقاليم في مصر، كانت أهدافها إيه؟ كان هدفها اجتماعي وعسكري، ولا سياسي وعسكري، ولا ثقافي واجتماعي، ولا اقتصادي وسياسي؟ الدواوين أصلا عملها نابليون عشان يبقى هي من أهداف الحملة السياسية. طب إيه كمان غير السياسة؟ دواوين الأقاليم كانت بتدرس الزراعة وأنشطة الزراعة أو المشروعات اللي هيعملوها في الزراعة. يبقى كده كانت إيه؟ تخص أكتر إيه؟ الاقتصاد. يبقى حقق إنشاء نابليون دواوين الأقاليم أهداف الحملة بتاعتهم اقتصاديا وسياسيا، في الاقتصاد والسياسة. يبقى حقق إنشاء نابليون، يبقى كان أهداف نابليون دواوين الأقاليم اقتصادي وسياسي. كان الهدف الرئيسي للخديوي إسماعيل من إقامة نهضة عمرانية في القرن الأفريقي. الخديوي إسماعيل كان عايز يعمل نهضة عمرانية في القرن الأفريقي أو في منطقة أفريقيا. ليه؟ إلغاء تجارة الرقيق في تلك المناطق. هي إلغاء تجارة الرقيق مش نهضة عمرانية، وطبعا إيه؟ لأ. منافسة الدول الأوروبية في الشرق الأفريقي، لأ. الظهور بمظاهر الرجل المتحضر أمام الأوروبيين، ولا حماية البعد الاستراتيجي لمصر جنوبا. الحقيقة إن الخديوي إسماعيل كان عايز يعمل نهضة عمرانية في القرن الأفريقي عشان يقدر من خلالها يحمي البعد الاستراتيجي لمصر جنوبا. ازاي؟ ما هو لما هينمي النهضة العمرانية هناك هيقدر يحمي مصر البعد الاستراتيجي بتاعها اللي هو حماية مصر من الجنوب، لانه هيقدر ينشئ اماكن للجيش هناك وللإدارة السياسية، فمنها هيقدر يحمي البعد الاستراتيجي لمصر في الجنوب. ظهرت بوادر أمل لدى المصريين قبل ثورة 1919 بالتخلص من الوجود الأجنبي. نتيجة لإيه؟ حصل ان قبل ثورة 1919 ابتدى يبقى في امل عند المصريين انهم يقدروا يتخلصوا من الاحتلال البريطاني. نتيجة لايه بقى؟ ايه الفكرة او ايه اللي حصل وقتها ادى للمصريين امل انهم يقدروا يتخلصوا من الوجود الاجنبي؟ هل هزيمة الدولة العثمانية في الحرب؟ لا. سقوط فكرة الجامعة الإسلامية؟ لا، الجامعة الإسلامية فكرتها كانت لسه مستمرة. ظهور فكرة تشكيل منظمة دولية. إلغاء إنجلترا السيادة العثمانية على مصر. إنجلترا وقتها كانت لسه ما ألغاش السيادة العثمانية على مصر. يبقى ظهور فكرة تشكيل منظمة دولية، ابتدت تظهر فكرة إنهم يعملوا منظمة دولية، والمنظمة الدولية دي تقدر تساعد الدول المستعمرة انها تتخلص من الاستعمار. فدي كانت بالنسبة للمصريين بوادر امل او مبادئ امل او بداية امل للمصريين انهم يتخلصوا من الاحتلال البريطاني. يبقى ظهرت امل او بوادر امل لدى المصريين بالتخلص من الوجود الاجنبي عند ظهور فكرة تشكيل منظمة دولية. اهم عوامل نجاح الحركة الوطنية في المغرب في الحصول على الاستقلال. اهم عامل خلى المغرب تقدر تحصل على استقلالها ايه هو؟ اهم عوامل النجاح: انتقال علال الفاسي الى القاهرة، ولا عودة محمد الخامس الى عرشه، توحيد صفوف الامة، الدعم المصري بالمال والسلاح. اللي قدر يساعد على نجاح اهم عامل في الحركة الوطنية في المغرب هو توحيد صفوف الامة، انهم قدروا يوحدوا صفوف الدولة المغرب، يوحدوا صفوف الأمة، فمنها ابتدوا يقدروا انهم يتخلصوا من الاحتلال في المغرب. استمرت السياسة الاستعمارية لفرنسا في سوريا، والتي أدت لقيام ثورة 1925 حتى الحرب العالمية الثانية. السياسة الاستعمارية لفرنسا فضلت في سوريا لحد بداية الحرب العالمية الثانية. من خلال ايه؟ استمرت السياسة من خلال ايه اللي قدر يساعدها انها تكمل في الاستعمار في سوريا؟ القضاء على نفوذ فيصل ابن الحسين، العبث بوحدة الأراضي السورية، الانحياز للبنان على حساب سوريا، ولا رفض قيام حكومة دستورية في سوريا. فرنسا قدرت انها تفضل مسيطرة على سوريا من خلال انها قدرت انها تعبث بوحدة الأراضي السورية.
قدرت انها تخلي الاراضي السورية مش متوحدة. تعبس فيها يعني ايه مش متوحدة؟ يبقى استمرت السياسة الاستعمارية لفرنسا، قدرت انها تستمر لحد بداية الحرب العالمية الثانية لانها قدرت تعبث بوحدة الاراضي السورية. كانت الخطوة النهائية للخلافات الحدودية التي اتخذت بين مصر وإسرائيل عن طريق ايه الخطوة النهائية اللي منها بدأت انهاء الخلافات الحدودية بين مصر وإسرائيل؟ محكمة العدل الدولية، ولا معاهدة السلام، ولا مؤتمر كامب ديفيد، ولا مجلس الأمن؟ تعالوا واحدة واحدة كده ناخدها. هي أول خطوة خدها الرئيس السادات عشان يبدأ ينهي الخلاف ما بين مصر وإسرائيل، إنه يروح يبتدوا بوادر معاهدة السلام أو بوادر صنع السلام. فبمقابلها قالك إحنا عايزين إيه؟ نعمل مؤتمر. أول ما الرئيس محمد أنور السادات زار إسرائيل اتفقوا على إنهم هيعملوا مؤتمر فيه هيتفقوا على مبادئ السلام. فبعد كده تم عقد مؤتمر كامب ديفيد ده في الولايات المتحدة أو برعاية الولايات المتحدة، اللي فيه جه الرئيس الإسرائيلي والرئيس المصري والرئيس الأمريكي واجتمعوا مع بعض وحطوا مبادئ معاهدة السلام. بعد كده اجتمعوا مع بعض في معاهدة رسمية اللي هي معاهدة السلام، وكتبوا بنود معاهدة السلام ووقعوا عليها. يبقى دي كده الثلاث خطوات. أول خطوة زيارة الرئيس السادات لإسرائيل، رقم 2 مؤتمر كامب ديفيد، رقم 3 معاهدة السلام. هل كل ده أنهى الخلافات الحدودية؟ لأ، لأن اللي حصل إن إسرائيل سحبت من مصر ما عدا مدينة طابة، فضلت محتفظة بمدينة طابة. فمصر قررت إنها تحتكم لمحكمة العدل الدولية علشان ترجع مدينة طابة لينا تاني. وفعلا محكمة العدل الدولية في الآخر قررت إن طابة ملك لمصر. يبقى إمتى نهائيا تخلصنا من الخلافات الحدودية ما بين مصر وإسرائيل؟ عن طريق محكمة العدل الدولية لما أقرت إن طابة تتبع دولة مصر. تعددت الأسباب اللي أدت لاندلاع ثورة 25 يناير 2011، ومنها رفض الهيئات الحكومية التنكيل بالمعارضة، حالة عدم الاستقرار السياسي للبلاد، استمرار الإجراءات المقيدة للحريات، انتشار نسبة المتعلمين بين الشباب. أهم سبب أدى لاندلاع ثورة 25 يناير هو استمرار الإجراءات المقيدة للحريات، اللي هي إيه؟ اللي هو قانون الطوارئ. يعني لو أنا اشتبهت فيك أقدر إن أنا آخد ضدك إجراء إن أنا أحبسك. فده من أكتر أو من أهم العوامل اللي أدت لاندلاع ثورة 25 يناير، هي استمرار الإجراءات المقيدة للحريات. تدل معركة أبو قير البحرية عام 1798 بين الأسطول الفرنسي والإنجليزي على إيه؟ المعركة دي كانت بتدل على إيه؟ التحالف بين الإنجليز والمماليك، ولا متابعة الإنجليز لحملة نابليون، ولا اهتمام إنجلترا باحتلال مصر، ولا دعم إنجلترا لثورات المصريين. التحالف بين الإنجليز والمماليك تم بعد معركة أبو قير البحرية، لما إنجلترا دمرت الأسطول الفرنسي وما قدرتش إنها تطلع فرنسا بره مصر، ابتدت تتفق مع العثمانيين مش المماليك عشان تطرد مين؟ تطرد الفرنسيين بره مصر. لكن هي اتفقت مع المماليك، ده بعدين اتفقت مع المماليك، لكن أول مرة اتفقت مع العثمانيين، وده كان بعد معركة أبو قير، يبقى مش في معركة أبو قير. طيب اهتمام انجلترا باحتلال مصر، برضو انجلترا هتهتم باحتلال مصر بعد ما تخرج الحملة الفرنسية من مصر، يبقى برضو مش اهتمام انجلترا باحتلال مصر. دعم انجلترا ثورات المصريين، مش ممكن انجلترا تدعم ثورات المصريين. يبقى ايه بقى؟ متابعة الانجليز لحملة نابليون. هم عرفوا منين ان اصلا فرنسا جت مصر؟ اللي من خلال انهم بيتابعوا الحملة سرا ومش معرفين فرنسا، ان هم عرفوا ان الحملة تحركت من فرنسا. يبقى بتدل معركة أبو قير البحرية عام 1798 بين الأسطول الفرنسي والإنجليزي هي متابعة الإنجليز لحملة نابليون. نتج عن تطبيق قانون التصفية عام 1880 بمصر في عهد الخديوي توفيق. قانون التصفية ده كان بمقتضاه إن يقدروا
يمشوا عدد كبير قوي من الجنود المصريين. طيب نتج عن القانون ده ايه؟ اسناد دائرة الدومين لصندوق الدين، إحالة عدد كبير من ضباط للتقاعد، زيادة واردات مصر من أوروبا، غضب ملاك الأراضي الزراعية. هي أهمها إحالة عدد كبير من الضباط للتقاعد. يبقى نتج عن قانون تصفية عام 1880 بمصر اللي اتعمل في عهد الخديوي توفيق، إنهم نتيجة لقانون التصفية ده أحالوا عدد كبير جدا من الضباط للتقاعد، وعشان كده سموه قانون التصفية، يعني تصفية ايه؟ الضباط المصريين. يبقى إحالة عدد كبير من الضباط للتقاعد. السؤال رقم 20، سعت وزارة سعد زغلول من خلال بيعها الأكبر قدر من أراضي الحكومة لصغار الفلاحين إلى تأييد الفلاحين لها، زيادة الإنتاج الزراعي، تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ولا القضاء على الإقطاع. تأييد الفلاحين ليها لا، هو ما كانش بيعمل القانون ده عشان الفلاحين يأيدوه. زيادة الإنتاج الزراعي، أيوة هو بعد ما الفلاحين هيقدروا يزرعوا هيزيد الإنتاج الزراعي، بس ده كمان ما كانش هدفه، هو كان هدفه تحقيق الاستقرار الاجتماعي. لما الفلاح هيحس إنه حصل له استقرار اجتماعي هيبدأ يهتم بالزراعة، فهنزود الإنتاج الزراعي. يبقى سعت وزارة سعد زغلول من خلال بيعها الأكبر قدر من أراضي الحكومة لصغار الفلاحين عشان تحقق الاستقرار الاجتماعي للفلاحين دول. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة الأولى للصهاينة بسبب ظهورها كقوة عظمى منذ الحرب العالمية الثانية، دور الصهاينة في التغيرات السياسية بالولايات، تراجع بريطانيا عن وعودها بإقامة وطن قومي لليهود، ضعف المنظمة الصهيونية على الحكومة الإنجليزية. ظهورها كقوة عظمى منذ الحرب العالمية الثانية، لا دي الولايات هي اللي بدأت إنها تظهر كقوة عظمى في الحرب العالمية الثانية. تراجع بريطانيا عن وعودها بإقامة وطن قومي لليهود، بريطانيا فعليا يعني ايه اعلنت الانتداب وسمحت للإسرائيليين ان هم يسافروا، وبعد كده تراجعت عن وعودها، لكن برضو ما بقتش الولايات المتحدة داعمة بسبب ان بريطانيا تراجعت عن وعودها. ضغط المنظمات الصهيونية على الحكومة الإنجليزية، لا لأن زي ما قلنا إن بريطانيا خلاص تراجعت، فكده كده ما كانش فارق معاها أي ضغط من المنظمة الصهيونية. يبقى بسبب دور الصهاينة في التغيرات السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة إن الإسرائيليين كان ليهم استثمارات كبيرة قوي في الولايات المتحدة، فمقابل الاستثمارات دي قدروا انهم يسيطروا او يبقى ليهم دور في التغيرات السياسية في دولة الولايات المتحدة، عشان كده بقت هي اول داعم للصهاينة او الاسرائيليين. يبقى اصبحت الولايات المتحدة الامريكية داعمة للصهاينة او الاسرائيليين بسبب دور الصهاينة في التغير السياسي في الولايات المتحدة. حقق تصريح 28 فبراير 22 بعد أهداف لجنة ميلنر في مفاوضاته مع سعد زغلول عام 1920. منها بقى؟ تصريح 28 حقق أهداف ميلنر في المفاوضات. بقى الأهداف دي أو التصريح ده؟ تسهيل المواصلات البريطانية في مصر، بقاء قوات بريطانيا في مصر، حق مصر في عقد معاهدات مستقلة، الحفاظ على الوضع السياسي في مصر. تصريح 28 فبراير 1922 بنسميه تصريح الاستقلال، لكن الاستقلال بتاعه كان استقلال سوري، يعني شكلي فقط. ليه بقى؟ لأن بريطانيا فضلت سايبة مجموعة من الجنود في مصر لحماية مصالحها، فبالتالي ما حسناش ان احنا خلينا من الاستعمار في مصر. يبقى ما كانتش بالنسبة لنا حقق الأهداف الحقيقية، لكن حقق بعض الأهداف. طيب من الأهداف دي؟ تسهيل المواصلات البريطانية في مصر، أكيد دي مش أهداف سعد زغلول مع ميلنر. بقاء قوات بريطانيا في مصر، ده من أكتر المفاوضات لسعد زغلول إن الاحتلال البريطاني يمشي بره مصر، يبقى أكيد الاتنين دول غلط. حق مصر في عقد معاهدات مستقلة، هو فعلا كانت من المفاوضات إنهم يعملوا معاهدات مستقلة، لكن ما كانتش من أهمها. طب من أهم أهداف مفاوضات سعد زغلول مع ميلنر؟ الحفاظ على الوضع السياسي في مصر، بمعنى ان مصر تكون دولة مستقلة عن الاحتلال. يبقى تصريح 28 فبراير
حقق بعض أهداف ميلنر لما تفاوض مع سعد زغلول 1920. ايه أهم الأهداف اللي حققها دي؟ إنه يحافظ على الوضع السياسي في مصر. يعني ايه يحافظ على الوضع السياسي؟ يعني مصر تبقى دولة مستقلة بعيدا عن الاحتلال. ظهرت عوامل إحياء القومية العربية في العقد 24 من القرن 20 بسبب السؤال اللي بعده. ظهرت عوامل إحياء القومية العربية في العقد الرابع من القرن 20 بسبب التنافس الاستعماري والاقتصادي، اقتراب الحرب العالمية الثانية، التقدم العلمي والتكنولوجي، إنشاء منظمة عصبة الأمة. هما لما حاولوا يعملوا إحياء القومية العربية يبقى في قومية عربية كانت بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي اللي ساعدنا إن احنا نقدر نعمل قومية عربية. يبقى ظهرت عوامل إحياء القومية العربية في العقد الرابع بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي. اقترح مينو عدم الاعتماد على عمل المصريين في الصناعة. ليه مينو ما كانش عايز يعتمد على المصريين في الصناعة؟ عدم رغبة المصريين في التعرف على الصناعة الفرنسية. لا طبعا المصريين كانوا أكيد عايزين يتعرفوا على الصناعة الفرنسية. ارتباط الصناعات بالمعدات العسكرية. لا مش كل الصناعات كانت معدات عسكرية. رغبته في استمرار التفوق الحضاري لفرنسا ولا حاجته للعمل الزراعي للعمالة المصرية؟ لا هو رغبته في استمرار التفوق الحضاري لفرنسا. الحقيقة ان العمال المصريين لو كانوا اشتغلوا في المصانع دي هيتعلموا الصنعة من من الفرنسيين، فبالتالي بعد كده هم هيبقوا متفوقين على فرنسا. مينو كان عايز يفضل فرنسا متفوقة حضاري وصناعي عن مصر، يبقى رغبته في استمرار التفوق الحضاري لفرنسا. كان عهد اسماعيل نهاية الفترات الانتقالية اللي بدأت منذ تثبيت لندن 1840 وفرمان 1841. أنه ليه فترة إسماعيل كنا بنسميها نهاية الفترة الانتقالية ما بين معاهدة لندن وما بين فرمان 1841. حصل على مزايا توسع للاستقلال، إعادة إظهار مصر على الساحة الدولية، خضع للنفوذ الأوروبي في أواخر أيامه، إعادة تقوية علاقة مصر بالدولة العثمانية. عهد إسماعيل نهاية الفترة الانتقالية لأنه عاد إظهار مصر للساحة الدولية مرة أخرى من خلال الاحتفالات اللي كان بيعملها الخديوي إسماعيل، كمان من خلال اكتشافه لمنابع النيل ابتدت مرة تانية تتجه أنظار الدولة الأوروبية ناحية مصر وأعاد مصر على الساحة الدولية. يبقى الفترة الانتقالية في عهد إسماعيل أعادت مصر على الساحة الدولية. السؤال 26. كانت ولا تزال الجامعة العربية هي بيت الأمة العربية رغم ما يظنه بها من ضعف أحيانا. في دول عبارة تبقى من المكاسب التي حققها جامعة الدول العربية للعرب. ايه المكاسب اللي جامعة الدول العربية حققتها للعرب؟ فتح الباب أمام الدول العربية لتعميق التعاون الشامل، عقد معاهدة الدفاع المشترك بين كل الدول العربية. لا هي ما كانتش بتعقد دفاع مشترك. تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بين العرب. لا هي مش جانبها تكامل اقتصادي، هي جانبها تكامل سياسي. انهاء الانقسامات والخلافات السياسية بين العرب، برضو ده مش دور جامعة الدول العربية، لكن دورها فتح الباب أمام الدول العربية لتعميق التعاون الشامل. يبقى جامعة الدول العربية هدف إنشائها عشان يفتحوا الباب أمام الدول العربية يعمقوا التعاون الشامل. يرجع عدم محاربة الدولة العثمانية للإنجليز رغم وجودها في مصر بعد الحملة الفرنسية إلى ليه الدولة العثمانية محاربتش الإنجليز رغم إنها جت بعد رحيل الحملة. هل هو الصلح الذي عقد بين العثمانيين والإنجليز؟ لا مش بسبب كده. خوف العثمانيين من تحالف المماليك مع الإنجليز. دور إنجلترا في رحيل الفرنسيين من مصر. خوف العثمانيين من عودة الفرنسيين. الحقيقة إن السلطان العثماني من غير إنجلترا ما كانش هيقدر يخرج الحملة الفرنسية بره مصر. يبقى علشان يحافظ على وجودها أو محاربهاش وسابها موجودة في مصر بعد رحيل الحملة الفرنسية بسبب دورها في رحيل الحملة الفرنسية. يبقى ليه الدولة العثمانية استضافت إنجلترا ومحاربتهاش؟ بسبب دور إنجلترا في رحيل الفرنسيين من مصر. نتج عن أحداث مظاهرة العربيين في عابدين 9 سبتمبر 81
ايه اللي حصل او ايه اللي نتج عن احداث ثورة عرابي؟ ونتج عن احداث مظاهرة العرابيين: قيام الخديوي توفيق بناء العرابيين خارج القاهرة، تنفيذ المطالب العسكرية في فبراير 81، تدخل العرابيين في الحياة السياسية، توصية عرابي بتشكيل شريف باشا للوزارة. أحداث مظاهرة العرابيين في 9 سبتمبر 81 حصلت بسبب تدخل العرابيين في الحياة السياسية، هم كانوا بيتدخلوا في الحياة السياسية. رفض سعد زغلول قرار اعتراف الدول الأجنبية بالحماية البريطانية على مصر، واتجه لفين؟ سعد زغلول رفض قرار بريطانيا انها تحتل مصر، فمقابل كده اتوجه فين عشان يطلب مساعدة من حد ان هو يساعده تجاه دولة فرنسا، تجاه دولة انجلترا. مخاطبة ملوك ورؤساء اوروبا لإلغاء الحماية، لا. تنظيم النضال الشعبي المسلح في انجلترا، الدخول في مفاوضات مع اللورد ميلنر، الاستمالة السلطة التشريعية للدول الأوروبية، الاستمالة السلطة التشريعية للدول الأوروبية. سعد زغلول رفض انه يعترف بالدول الأجنبية، فتوجه ليه السلطات التشريعية اللي موجودة في أوروبا علشان يساعدوه ضد الاحتلال البريطاني. السؤال اللي بعده: كان الوصول إلى البحر المتوسط أحد أساسيات سياستها الخارجية، ولذلك وافقت على احتلال ليبيا. مين الدولة المقصودة بالعبارة دي اللي احتلت دولة ليبيا؟ الدولة اللي كان هدفها انها توصل للبحر المتوسط عشان ده من أساسيات سياستها الخارجية واحتلت ليبيا هي دولة روسيا. دولة روسيا. السؤال اللي بعده: كان من المتوقع إذ نجحت حركة علي توقف فرنسا عن إرسال حملتها لمصر تفويض الإمبراطورية البريطانية في الشرق، لا، استقرار أحوال مصر السياسية، لأن هيبقى ليها والي واحد مستقل بسياستها عن الوالي اللي بيتغير كل شوية، فبالتالي ده كان هيخليها يبقى في استقرار في الأحوال السياسية، وبالتالي استقرار في مكانتها الاقتصادية والتجارية. يبقى كان من المتوقع لو نجحت حركة علي بيك الكبير ان يفضل في استقرار في احوال مصر السياسية. استغل محمد علي الازمة الاقتصادية عام 1808 من اجل تحقيق اهدافه اهمها: التخلص من فيوك سوق الولاية، التخلص من التجارب الاجانب، التجار الاجانب، بناء القوة الذاتية لمصر، زيادة الضرائب على الشعب. محمد علي استغل الأزمة الاقتصادية وحقق أهدافه زي منها التخلص من قيود سق الولاية. يتخلص من قيود سق الولاية، تخلص من قيود سق الولاية. السؤال اللي بعده: بدأت محاولات بريطانيا للانفراد بمصر بعيدا عن فرنسا مستغلة الأزمات المالية عند بريطانيا كانت عايزة تنفرد بمصر بعيدا عن فرنسا، فاستغلت الأزمة المالية عند رسالة بعثة كييف عام 1875، انسحاب الأسطول الفرنسي عام 1882، عقد مؤتمر الأستانة 82، استخدام لجنة التحية الأوروبية. امتى أول مرة بدأت بريطانيا محاولاتها عشان تستعمر مصر أو تنفرد بحكم مصر مستغلة الأزمة المالية؟ لما أرسلت بعثة كييف عام 1875. لما أرسلت بعثة كييف عام 1875 يبقى أول محاولات لبريطانيا عشان تنفرد بحكم مصر بعيد عن فرنسا مستغلة الأزمة المالية إرسال بعثة كييف عام 1875. ساهم اهتمام مصر بالمجال الصناعي والتعديني في تحقيق أحد مبادئ ثورة 23 يوليو والمتمثلة ساهم اهتمام مصر بالمجال الصناعي والتعديني في تحقيق أحد مبادئ ثورة 23 يوليو 52 والمتمثلة في مصر اهتمت بتهتم بالمجال الصناعي والتعديني، ومن إحدى مبادئها القضاء على الاستعمار وأعوانه. أكيد مش في المجال الصناعي. إقامة عدالة اجتماعية، إقامة جيش وطني قوي، القضاء على الإقطاع. الإجابة هتبقى إقامة جيش وطني قوي. ليه؟ علشان أنا بالمجال الصناعي هصنع أسلحة من المجال الصناعي والتعديني، يبقى كده هقدر ان انا اقيم جيش وطني قومي او قوي. اقامة جيش وطني قومي. العبارة مقابلة تنطبق على ما قامت به فرنسا لفرض سيطرتها الكاملة على الجزائر من خلال لكي تتغلب على الخصم يجب ان تعرف اسباب قوته.
يبقى العبارة المقابلة اتطبقت على فرنسا لما فرضت سيطرتها الكامل على دولة الجزائر. ازاي؟ من خلال ايه؟ عقد اتفاقية التفناء مع عبد القادر الجزائري، استغلال اعمال القرصنة المتبادلة في البحر المتوسط، ممارسة السياسة الاستيطانية، قصف المفتاح الجنوبي لمضيق جبل طارق. الحقيقة ان اول مرة قامت فرنسا انها تحاول تسيطر على الجزائر من خلال انها قصفت المفتاح الجنوبي لمضيق جبل طارق. المكان ده هو المتحكم في تجارة الجزائر. لو قدرت اقصف المفتاح الجنوبي لمضيق جبل طارق هقدر اقضي على التجارة بتاعة الجزائر، ومنها ان انا هقدر ان انا احتلها. يبقى قصف المفتاح الجنوبي لمضيق جبل طارق. قامت الثورة الكبرى عام 1952 لعدة أسباب ما زال بعضها قائم حتى. تبعية سوريا الاقتصادية لفرنسا؟ لا، حاليا سوريا لا تتبع فرنسا، يبقى مش قائمة لحد الآن. العبث بوحدة الأراضي السورية، سيطرة الأجانب، النشاط الاقتصادي، انتشار اللغة الفرنسية بين السوريين. العبث بوحدة الأراضي السورية. يبقى الثورة الكبيرة 52 كان من أسبابها إنهم يحموا سوريا زي مصر، لكن في أسباب ظلت قائمة لحد الآن اللي هي العبث بوحدة الأراضي السورية. ما زال لحد النهاردة بيعبثوا بوحدة الأراضي السورية. ارتباط توقف الملاحة في الممر المائي الموضح في الخريطة منذ إنشائه. ليه؟ الممر المائي الملاحي في الخريطة وقف. الملاهي اللي تعرضت لها مصر: الصراع على ملكية الشركة صاحبة امتياز الحفر، التدخل الأجنبي في شؤون مصر الاقتصادية، الصراعات العسكرية بتلك المنطقة. هي الاختيار هيبقى الصراعات العسكرية بتلك المنطقة. الصراعات العسكرية تقدر انها توقف الممر الملاحي المائي. كان هدف ثورة 25 يناير في البداية هو إنشاء حكومة تسيير الأعمال، إعلان مبادئ حقوق الإنسان، إقامة رأس النظام الحاكم، ولا إعادة الانتخابات المزورة. الحقيقة إن هدف من أهداف ثورة 25 يناير وإعلان مبادئ حقوق الإنسان. يبقى إعلان مبادئ حقوق الإنسان. يبقى كان هدف ثورة 25 يناير 2011 في البداية إعلان مبادئ حقوق. أظهرت نتائج التحالف الأوروبي التي قادها إنجلترا ضد الثورة الفرنسية. القوى العسكرية البرية لفرنسا: قدوة فرنسا على ضرب إنجلترا. نجاح إنجلترا في تأمين مواصلاتها للشرق. نجاح التحالف في إضعاف النفوذ الفرنسي. العسكرية البرية لفرنسا. يبقى أظهرت نتائج التحالف الأوروبي اللي قادته إنجلترا ضد الثورة الفرنسية إن فرنسا ليها قوة عسكرية في البر. إصدار السلطان العثماني فرمان 1800 إصدار السلطان العثماني فرمان 1806 نتيجة ازدياد العداء بينه وبين محمد علي، التأثير على القرار السيادي للدولة العثمانية، بربازة قوة الزعامة الشعبية، تحسن العلاقة العثمانية الفرنسية. الإجابة: تأثير على القرار السيادي للدولة العثمانية. علشان قرار من كده نكون خلصنا أسئلة المراجعة النهاردة. بتمنى انها تكون لمت بالنسبة لكم كل الأسئلة، أشكال الأسئلة المختلفة اللي تقدروا تحلوها وتعرفوا منها الامتحان. ما تنسوش تحلوا الأسئلة تاني بورقة وقلم علشان تثبت معاكم المعلومة. ربنا معاكم في كل الامتحانات اللي جاية. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. كنتم مع ميس عايدة من جنة.